عارفين صلاح عمل ايه في الفراخ؟ شواهم. ايه ده ما ضحكتوش؟ يعني زي فهد العتيبي كده كواهم، احرق مرماهم. خلاص يلا نبتدي الحلقه، هحرقوا على ناصر. اهلا بيكم في حلقه جديده وملخص اسبوع جديد. الاهلي في ماتش شباب بلوزداد نكد على احدهم بالغلط عشان نتيجه الماتش كانت 6-1. يا مستر كولر يا حبيب قلبي تعالى تعالى، ده انت ليلتك جميله قوي النهارده معايا. عرفت قيمه ان انت يكون عندك مهاجم زي وسام ابو علي ما يخرجش من الملعب؟ شفت هو بيجيب الهاتريك وبيقول لك انا كنت اقدر العب ماتش باتشوكا وكنت اقدر اخلص لك الماتش وكنت اقدر احط لك البلن اللي ضيعه كهربا. عرفت ان انت عندك لعيب اسمه كريم الدبيس قاعد بره وانت حتى ما بتشمموش ربع ساعه. شفت لما نزل ولعبته جناح كمان مش في مركزه قدر يأدي ازاي؟ عرفت ان انت كان لازم تطبطب على بيرسي تاو وتقعد تقول لا ده انت احسن لعيب وانت بس هقول لك حاجه، هو لعيب مزاجنجي فلازم يمشي. فبيرسي تاو لما نزل مكان رضا سليم شفت الجون اللي حطه والقطع وهو جاي كده من على البعيده وبيحط بطن رجله. انت عرفت ده كله؟ عرفت ان انت ما ينفعش تلعب باتنين ديفندرات على الدايره، اكرم توفيق ومروان عطيه، عشان انت لازم تهاجم بشكل اكتر. انت طول ما انت جبان هتفضل اصلا ما تقدمش شكل هجومي كويس. طب انا اقول لك حاجه، عرفت لما انت تحط امام عاشور مركز 8 عشان يقدر يخرج بالكوره من ورا لقدام ويقدر يصنع لك فرص ويبقى هو البلاي ميكر المتاخر؟ عرفت ده كله؟ الماتش ده باين لك قد ايه وانت بتلعب صح وشكلك صح في الملعب تقدر تعمل نتائج كويسه ونتائج كبيره. عرفت يا مستر كولر ولا لسه ما عرفتش؟ طيب المفروض الاداره تعمل ايه بعد ما رضا سليم اتصاب؟ هتجدد لمعلول وتلعبه جناح؟ انا مش عارف بقى. طب رضا سليم انت كده لبسته لاخر الموسم وخد مكان اجنبي لاخر الموسم، فانت المفروض تعمل ايه؟ مستر كولر بقى حاجه اخيره انا عايز اطلبها منك بعد اذنك، يا ريت بعد اذنك ما تدفنش المواهب زي ما دفنت كريستو واحمد عبد القادر ومشيتهم من النادي خالص. الدور جه على عمر الساعي، عمر الساعي لاعب بره مستني حتى 5 دقايق ينزل مكان السوليه. البديل الذهبي بتاعك مكان السوليه هو عمر الساعي، فانت برضو مصمم ان انت ما تلعبوش؟ لا يا باشا انت لازم تلعبه. دلوقتي الاداره محطوطه قدام ملف صعب قوي. انت رضا سليم دلوقتي ربنا يشفيه جاله غضروف، هو من ساعه ما جه اتصاب اصابه وبعد كده رجع مستواه في النازل وبعد كده ده اتصاب غضروف فانت لبسته لاخر الموسم. فرضا سليم اللي انت قلت ده رضا سليم ده احسن من بن شرقي، ده رضا سليم ده بيعرف يلعب يمين وشمال، ده رضا سليم ده بيعرف يدافع، ده رضا سليم ده مفيش منه اتنين، ده احسن لعيب في الدوري المغربي، ده وده وده وده، وفي الاخر ادي مكان لاجنبي لحد شهر 6. ويا ترى بقى هتعرف تجيب يعني جناح اجنبي مكانه؟ مش هتعرف. طيب قلت هتجدد لمعلول عشان معلول يلعب كجناح؟ طب ما انت كده برضو خدت 2 مكان للاجانب. فين مكان الاجانب اللي انت هتجيبهم في الشق الهجومي؟ وانت عايز تقنعني ان انا هكمل بكل الاجانب دول؟ هتقعد تهودني وتجيب لي صفقه بغداد بونجاح؟ بغداد بونجاح اصلا عنده 33 سنه، مهاجم كبير، مهاجم جامد قوي، مهاجم سفاح. بس دلوقتي مين اللي هيلعب؟ وسام هتقعدوا على الدكه؟ استحاله وسام يقعد على الدكه، وسام ده لازما يبقى هو رقم 1 في الفرقه لان هو ده تارجت الفرقه دلوقتي. طب بغداد بونجاح هيرضى يقعد لوسام ابو علي فتره كبيره على الدكه؟ طب هتعمل ايه؟ فانت دلوقتي هتهودني ببغداد؟ لا انا عندي ما تجيبليش بغداد وتجيب لي مهاجم افريقي تحت السن وتجيب لي جناح يقدر يحل لي في 1 على 1 ويقدر يصنع لي فرص ويبقى اسمه جناح قادر ان هو يحول الماتش 180 درجه ويحول لي الدفه للجهه الهجوميه. هل انت قادر تعمل ده كله؟ فانت محطوط قدام ملف كبير قوي. هقفل لك بقى قصه الاهلي دي باللي حصل بين الجمهور وبين اللعيبه والهتافات اللي حصلت واللي حصل في اخر الماتش. بص مبدئيا كده، الجمهور ليه حقوق وعليه واجبات، واللعيبه ليها حقوق وعليها واجبات. الجمهور ليه حق ان هو يبقى يتفرج على كوره نظيفه، اللعيبه بتاعته ما تبقاش مستهتره، اللعيبه بتاعته تبقى قد التيشيرت بتاع النادي لان الجمهور بيشجع النادي وبيشجع الشعار. وليه حق في ان هو اللعيبه تتقبل النقد، ولكن واجب على الجمهور ان النقد يكون باسلوب كويس بدون الفاظ خارجه من غير ما يجي على نفسيه اللعيبه، لان هو في الاول وفي الاخر بشر ايا كان هو بيعمل ايه فهو لحم ودم زيه زيك. انت ليك الحق ان انت تشوف اللعيب بتاعك احسن لعيب في الدنيا، دي حاجه على جنب، بس انت مالكش الحق ان انت تطلع تغلط في اللعيب بالفاظ مهينه والفاظ بذيئه. ده مبدئيا. طب اللعيبه واجب عليها ان هي تبقى شايفه ان الجمهور غضبان بسبب ان هو كان رايح للعالميه، فالجمهور فرحان، ولازم تعرف ان الجمهور بيدب مشوار وبياخد من وقته يوم كامل عشان يروح يتفرج عليهم، فلازم اللعيبه تفهم حاجه زي كده. فما كانش ينفع ان كابتن الشناوي يبقى هو بيلم اللعيبه ويقول لك وظهرت قوي في الفيديو يعني يلا يا جماعه عيب ما ينفعش الجمهور بينادي علينا، ويجي كهربا اللي معلش ولا كابتن تاني ولا تالت في الاهلي ويجي يقول لك لا 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 والكابتن محمد رمضان انت المفروض كمدير كوره كنت تاخد اللعيبه كلهم من اولهم لاخرهم وتروح للجمهور وتسقف لهم وتعمل لهم كده عشان نخلص الموضوع واللي فات انتهى ونفتح صفحه جديده. لكن باللي انتوا عملتوه ده
اثرت غضب الجمهور، فالجمهور بالتالي ممكن يروح تمام ويقعد ينتقدكم في الملعب ويقول هتافات ضدكم والكلام ده كله. لكن الجمهور العاقل، الجمهور العاقل بتاع الاهلي اللي بيحب الاهلي لازم يهدي الامور. انت لسه عندك دوري، لسه عندك كاس رابطه، لسه عندك افريقيا، ولسه عندك كاس عالم انديه. البطوله دي مش اخر المطاف، واي بني ادم هو لحم ودم طبيعي يغلط. ولكن عشان نخلص بقى القصه دي، انا شايف ان وجود كهربا في الاهلي ما بقاش مستحب ولا من الجمهور ولا كلاعب ولا كاداء ولا كاي حاجه. فكهربا لازما ياخد بعضه ويطلع اعاره يفك الضغط اللي عليه عشان يبعد عن الجمهور شويه، عشان الجمهور ينسى اللي حصل في ماتش باتشوكا واللي عمله في ان هو ما خلاش اللعيبه راحت للجمهور وحيته. فده ملخص الجمهور واللعيبه مع بعض. نيجي بقى للزمالك وكريستيان كروس اللي شكل كده انا خدت فيه مقلب، والعراب ما بقاش زي الاول، والعراب نزل تدريب في الفتره اللي قعد فيها. الزمالك بيتعادل مع طلائع الجيش، اللي فعلا طلائع الجيش من الفرق المحترمه جدا في الدوري، بتعرف تاخد اللي هي عايزاه، ما بتدخلش نفسها في دوامه اللي هي ممكن تنزل الدرجه الثانيه ولا تنافس على الهبوط ولا الكلام ده كله. فطلائع الجيش عرفت تاخد اللي هي عايزاه من ماتش الزمالك وتعادلوا معاه. طلائع الجيش بيبتدي يجيب جون من جود ونشيكا، وفعلا جون عالمي. القطه اللي قطها للونش دي تبين لك قد ايه الونش لسه ذهنه ما بقاش زي الاول في الملعب. فطلع الجيش بيحط جون، يجي المحترم محمد شحاته، المحترم تكتيكيا المحترم اخلاقيا محمد شحاته اللي رفض الاعتذار، رفض الاحتفال انا اسف، قدام طلائع الجيش اللي دي فرقته القديمه، وراح اعتذر لجمهور الزمالك ان هو مش قادر يحتفل. محمد شحاته حط جون بالويك فوت بتاعته من بره المنطقه عالمي، وبيحط الجون الثاني يعمل اسيست لحسام اشرف اللي بياخد واحده والثاني ويحطها، وده من احلى الاجوان اللي جت في الدوري. حسام اشرف اللي بيأدي الدور اللي بيعمله اوباما في فتره كريستيان جروس القديمه، وحسام اشرف فعلا مش مهاجم تارجت صريح 9. حسام اشرف مهاجم 9 ونص، بيلعب تحت المهاجم، طويل، بيعرف يستلم الكوره يحضر اللي جاي. فحسام اشرف هينجح في الفكره بتاعه كريستيان جروس دي. عشان كده انا بقول لك انا خايف من كريستيان جروس يكون نسي التدريب وفاكر الحاجات القديمه ومش قادر يطور. بالتالي فالزمالك اتقدم 2-1، بعدين طلع الجيش اتعادل 2-2. ولكن هل كريستيان جروس كتكتيكيا مش قادر يبين ان الزمالك فريق كويس، ولا هل العناصر الفرديه بتاعه الزمالك وبتاعه اللعيبه مش قادره تلبي متطلبات اي مدرب؟ هل الكواليتي بتاع لعيبه الزمالك قل عن الاول؟ طب هل الزمالك ان هو معتمد على عبد الله السعيد 39 سنه هو اللي الدينامو بتاع الفرقه وهو اللي بيحرك الفرقه يمين وشمال، وزيزو مستواه نازل، ومصطفى شلبي ما بقاش عنده مستوى، وشيكابالا كبر في السن، ومفيش لعيب قادر يحركك؟ غير بقى ان المهاجمين مفيش مهاجمين، يعني ناصر منسي يوم ما يبقاش في يومه فبيبقى يوم وحش، سيف الجزيري مش قادر اصلا يلعب. فهل الكواليتي بتاعت اللعيبه دي كريستيان جروس قادر يقومها مره تاني زي ما قوم محمود علاء وعبد الله جمعه وكل اللعيبه القديمه دي وفرجاني ساسي؟ هيقوم اللعيبه دي، ولا اللعيبه دي هم دول مستواهم ايا كان مين اللي جالهم، حتى لو جوارديولا اللي جالهم؟ انا بقى منتظر ان انت تقول لي هل العيب على المدرب ولا العيب على الكواليتي بتاعت اللعيبه. اجي لك بقى للدوري الانجليزي وهخش لك على بيب جوارديولا، بيب الحزين، بيب اللي كل ماتش يجي له لقطه وهو قاعد عامل كده وهيموت. تعالى بقى، حد يصدق ان السيتي تبقى مركز سابع ب 27 نقطه؟ طب حد يصدق ان السيتي رفعت الرايه البيضاء خلاص؟ انت شفت تصريح جافارديول اللي بالمناسبه اسوأ لاعب في المنظومه الدفاعيه لمانشستر سيتي السنه دي هو جافارديول. كان اقوى واحد السنه اللي فاتت وكان عامل دور تكتيكي مركب مفيش منه، لكن السنه دي هو اسوأ لعيب. اتفرج على كل جوان مانشستر سيتي كلها جايه من عند جافارديول. فجافارديول قال لك اصل احنا بعاد عن الدوري واحنا مش بنفكر في الدوري. انت تعرف معنى التصريح ده ايه؟ ان اللعيبه خلاص نخسر زي ما نخسر، احنا كده كده الدوري مش بتاعنا. انا بقول لك ده مركز سابع. اللعيبه دي شبعت، اللعيبه دي مبقاش عندها شغف، اللعيبه دي ما عندهاش شخصيه وعقليه البطل اللي زي فرقه زي ريال مدريد اللي هم مهما كسبوا بطولات ما بيشبعوش. فاللعيبه دي اخرها هنلعب موسمين 3 نجيب لنا فيهم بطولات، نعمل خماسيه، الكلام ده كله وخلاص انتهت على كده. لكن انا بقى سيبك بقى من جوارديولا والخسارات اللي عمال يخسرها، تعالى بقى اتفرج على حلاوه امري وجمال امري اللي عمل جوده رهيبه من استون فيلا وخلى استون فيلا دايما من التوب 6 في الدوري الانجليزي كترتيب. السنه اللي فاتت كان توب 4 وانا واثق ان السنه دي هيعافر عشان يجيب التوب 4 برغم ان في انديه كتير طلعت زي تشيلسي وفرق يعني هتنافس على التوب 4 وممكن تاخد التوب 4 منه. ولكن تعالى بقى اقول لك الراجل ده عمل ايه في اللعيبه بتاعته. بص يا معلم، في 2 لعيبه، واحد اسمه روجرز ده انجليزي، وفي واحد اسمه وارن ده اللي هو اللعيب الكولومبي. طب هكلمك على روجرز في الاول. ده لعيب انجليزي عنده 22 سنه، جابه هو كده قال له تعالى، ده لعيب بيلعب 6 8 10 وبيقدر يخش كمهاجم تاني وبيلعب في البوكيتس بتاعه الملعب وبيقدر يبقى
بلاي ميكر سريع 10. فتعال اقول لك الارقام بتاعت روجرز دي اللي عملوا فيه امري يخليه يوصل للارقام دي كلها. روجرز ده لعب 17 ماتش، جاب فيهم 5 اهداف وعمل 3 اسيستات. ولكن ايه اللي بيميز روجرز؟ امري ده مدرب اسباني، فهو اصلا هتلاقي الكرة بتاعته اسبانيه كتيره جدا، فهو مخلي روجرز ده يبقى هو الدينامو بتاع المنظومه الهجوميه داخل فريق استون فيلا. يعني مجرد ما الكرة اتنقلت للشق الهجومي انت المسؤول عن تدوير اللعب، سواء بقى هنلعب من العمق سواء هنلعب على الاطراف، فانت المسؤول عن ده كله. فروجرز ده انا توقعي في مدار سنتين 2 هيبقى واحد من اهم اللعيبه في الدوري الانجليزي ومن التوب 6 في الدوري الانجليزي كبلايرز. فانا بقول لك ده لعيب بس كده هو جابه من على الدكه وما كانش بيلعب اصلا، وعيل صغير عنده 22 سنه قال له تعالى انا هخليك نجم استون فيلا. دلوقتي امري بقى عنده حيره، واتكنز اللي هو المهاجم الاساسي بتاع الفريق اللي هو عايز يحافظ عليه بقدر الامكان لان في فرق كتير حاطه عينها عليه زي ارسنال، ودوارين اللي هو المهاجم الكولومبي الصغير. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ واتكنز مش مهاجم 9 صريح، واتكنز بيقدر يروح على الاطراف، بيقدر يبقى شادو سترايكر، فواتكنز مهاجم متحرك اكتر من دوارين. لكن دوارين مهاجم جدا بيعرف ياخد الثنائيات، واخد 90% من الثنائيات بتاعته، قادر ان هو يكون تارجت على الجون بنسبه كبيره جدا. طيب اقول لك بقى الارقام بتاعتهم، وده لعب دقايق قد ايه وجاب فيهم اجوان قد ايه وعمل اسيستات قد ايه، ونفس الطريقه للمهاجم الثاني. واتكنز لعب 1144 دقيقه، جاب فيهم 7 اجوان وعمل 3 اسيستات. اما بالنسبه لدوارن لعب 560 دقيقه بس، جاب فيهم بقى كام جون؟ جاب فيهم 7 اجوان. يعني انا بكلمك عن مهاجم بيجيب اجوان في يعني 7 اهداف ده في 17 ماتش، ومش فيهم اساسي، ده هو بيقعد ينزل احتياطي 10 دقايق. فداروين يعني بدا يقعد واتكنز على الدكه. فهل امري هيقدر يدي دقايق لواتكنز ولدوارين عشان يقدر يوازن بين العمليه بين الاثنين، عشان خاطر واتكنز ما يشوفش حاله ويسيب استون فيلا ويروح لفرقه من التوب 4 ويلعب فيها اساسي زي ارسنال؟ ولا امري هتفلت منه الامور وواتكنز هيقول له لا مع السلامه افلح انت بقى بدوارين ده وانا هروح اشوف مستقبلي في حته تاني؟ ده اللي انا مستنيه منك في الكومنتات. فاكر يا عدنان لما قلت لك ان مانشستر دي مش هتبقى اول هزيمه هتهزمها؟ اديها خسرت تاني من بورنموث عادي جدا. بص يا باشا، انتوا طبعا كلكم فاكرين ان ده مفاجاه ان بورنموث تكسب مانشستر يونايتد 3-0، ده في الطبيعي تاريخيا. لكن السنه دي بورنموث عامله اداء خرافي. تعالى بقى اكلمك على الاداء وعن مركزهم وعن هم عاملين ايه وطريقه اللعب بتاعتهم. بص بالنسبه لامورايم، عشان الخص القصه بتاعت امورايم كده، هو الراجل ده جاي اول سيزون يبقى بيعمل موسم تحضيري تمام، ولكن طول ما هو معاه السرطان بتاع الفرقه برونو فرنانديز فهو يفضل يخسر. يعني يا ربي برونو فرنانديز ده ضيع كورتين محدش يضيعهم يا جدعان، كان ممكن تقلب الدفه ناحيه مانشستر يونايتد. فطول ما اللعيب ده اصلا موجود، يعني هو لا بيعرف يباصي، لا بيعرف يشوط، لا بيعرف يلعب فاولات، كان بيعرف يلعب ضربات جزاء، يقعد يتنطط يا جت يا ما جاتش، بتيجي بس اسمها في الاول وفي الاخر ضربه جزاء. لكن بتعرف توزع لعب، بتعرف تعمل دور مركب، بتعرف تسقط في البوكيتس، بتعرف تنزل تحضر هجمه من ورا، بتعرف تنزل تقضي دفاعيا مع الزمالك. لا انا ما بعرفش اعمل الكلام ده كله، لكن انا اعرف اجيب الضغط لجماهير مانشستر يونايتد، واجيب السكر لمرايم، ويجيب الصداع لعدنان، ويجيب الضغط لاحمد. فعادي جدا، مش مهم عادي. مانشستر يونايتد دي يا باشا في 17 ماتش جابت 22 نقطه في المركز ال 13، يوم ما بتطلع بتبقى في المركز ال 12، فانت ما تنتظرش منها اصلا اي حاجه تاني. لكن بقى تعالى الفرقه بقى الايه بورنموث، تعالى بقى 28 نقطه في 17 ماتش. اتفرج بقى على انطونيو ايرولا اللي هو المدرب الاسباني اللي جاب التكتيك الاسباني. واول ما اقول لك تكتيك اسباني يعني تحضير الكره من ورا، يعني هنخرج بالكره من ورا لقدام، يعني هنعمل هجمه منظمه، يعني في ادوار مركبه في الملعب، يعني نص الملعب بتاعنا هو عصب الفرقه. انا بكلمك يا باشا 28 نقطه في 17 ماتش ومركز رابع. حد يتخيل ان الفرقه دي تبقى مركز رابع؟ لا انا بقول لك الفرقه دي مركز رابع. فانت يعني الكرة دلوقتي يا جماعه اتغيرت، انت لازم تبني منظومه من تحت، وتجيب مدرب يبقى مدرب منظومه، يعرف يجيب لعيبه تبقى لعيبه منظومه تخدم المنظومه بتاعته، مش عبله ويديله. هي اصل هي عبله ويديله هتخسر صفقات وهتخسر فلوس، زي ما مانشستر يونايتد اكتر فرقه في اخر 4 5 سنين قدرت تصرف فلوس وما عملتش اي حاجه. اخرها كسبت مين؟ كسبت جوارديولا في الاف كاب. يا عم ياخد الاف اي كاب من وسط كام بطوله؟ هل ده تاريخ مانشستر يونايتد؟ فلما فرقه زي بورنموث تكسبها 3-0 وممكن لو قابلتها مره تاني تكسبها 4-0 عادي جدا، فانت ما تستغربش لان الكره الحديثه دلوقتي بقت كره منظومه. هل مانشستر عندها كره منظومه؟ مانشستر عندها عبله واديله. هاجي لك بقى الارسنال وكريستال بالاس 5-1.
ارسنال عملت شكل هجومي خرافي من ساعه ما اوديجارد رجع، فعليا حول منظومه. وجابريل خيسوس لما بدا يستعيد الفورمه بتاعته اللي كان جايبها مع جوارديولا، لا فرق كتير جدا. كل ماتش لازم يحطوا له اكتر من جونين. ولكن انا مفيش في مره في الموسم هقول لك ان سكواد ارسنال كامل، سواء باصابات او سواء لعيبه جايبه الفورمه. يعني مثلا ساكا جاي فورم الماتش ده، لا مارتينيلي هيضيع الجبهه الثانيه خالص. هافيرتز عامل شكل جامد قوي، خيسوس هيبقى زي الزفت. خيسوس حلو يبقى هافيرتز زي الزفت. اوديجارد كويس يبقى ديجلان رايس وحش. توماس بارتي بيلعب باك رايت يبقى نص الملعب بايظ عندنا. فمش فيش في مره الفرقه تبقى شكلها كامل. يعني ساكا المده اللي هيغيبها دي، الشهرين اللي هيغيبوا مع الاصابه، انا مش متخيل ازاي ارسنال هتلعب. طب ارسنال هتقدر تلعب ازاي في غياب ساكا؟ ارسنال لازم تلعب 4-2-3-1، وديجارد يبقى صانع العاب صريح، هافرتس هيبقى ناحيه اليمين، وهيلعب مارتينيلي ناحيه الشمال، وجابريل خيسوس هو اللي هيبقى مهاجم صريح، ده 9 على الدايره. فهل ارسنال قادره بالشكل الهجومي ده تعمل معدل اسيستات زي ما كان بيعملها ساكا؟ هل قادره تعمل معدل فرص زي ما كان بيعملها ساكا؟ هل قادره توعر الجون زي ما كانت بيتحولوا ناحيه ساكا وساكا هو كان بيبقى المحرك الرئيسي بتاعها؟ انا هشوف، لكن انا توقعاتي ارسنال هتقع وقعه حلوه، ودي فرصه جوارديولا، لان الفرق ما بينه وما بين الاول 12 نقطه بس، وممكن يعدي ارسنال ويجيب تشيلسي ويضيق الدنيا شويه على ليفربول. عشان كده ليفربول لازما وحتما ما تخسرش ولا نقطه في الدوري. ما تخسرش، على الاقل ما تخسرش، حتى لو هتتعادل تتعادل بس ما تخسرش عشان ما تفقدش نقط كتير في الدوري. اروح بقى لقمه الاسبوع، ليفربول وتوتنهام. الماتش ده فيه 9 تجوان، يعني انا كنت قاعد بتفرج كل شويه في جون جاي، ولكن اللي بيعمله صلاح انا مش هقعد اقعد لك بقى وازيد لك واقول لك انا احسن لعيب في العالم واحسن لعيب في الدوري الانجليزي، اقول لك ان هو عامل 11 اسيست وجاب 15 جون، وان صلاح هياخد البالون دور السنه دي، وان صلاح هياخد الدوري الانجليزي. الكلام ده خلاص عدى عليه كتير. احنا عايزين بقى نشوف اللي جاي. تعالى بقى نشوف اللي جاي. بص يا باشا، المدرب حاجتين اتنين: يا اما مدرب معتمد على الفلسفه بتاعته، تمام، والفلسفه بتاعته دي ما بيغيرهاش زي بيب جوارديولا، ولكن هو بيبقى معاه عناصر وادوات قادره تخدم المنظومه دي، تمام، فبالتالي بينجح. يا اما مدرب بيلعب كل ماتش على الحده بتاعه. فاللي بيلعب كل ماتش على الحده بتاعه يعني بمعنى ايه؟ ليفربول بتلعب تحولات، فانا لازم أنا اخر الدفاع بتاعي شويه والعب 2 بدفندرات على الدايره عشان اقدر امنع التحولات بتاعتهم. لكن مستلجو مدرب توتنهام مدرب ما بيعملش كده، مدرب عنده فلسفه: انا هلعب تحولات طول الماتش، انا هلعب بطول الملعب طول الماتش، انا هفضل اتحول من اليمين ومن الشمال وهفضل اضرب من العمق، مش مهم الدفاع بتاعي يبقى دفاع متقدم. فدفاع متقدم؟ انت مجنون يا عم تلعب دفاع متقدم قدام ليفربول؟ ده هي اساس لعبها من ايام يورجن كلوب ما عملت المنظومه دي لحد ما وصلوا لارن سلوت اللي هو جاي عن طريق الكمبيوتر. هم بيلعبوا اصلا تحولات ومن اليمين ومن الشمال، فانت قادر تعمل كده. فانت قررت ان انت تلعب بديفندر واحد على الدايره وتقدم الدفاع بتاعك، فراحت ليفربول ماسكاك، راحت عامله عليك ماتش حرفيا يا ريت تتعلم. فعشان كده انت في ماتشات توتنهام على طول هتشوف اجوان كتير، سواء اجوان ليهم او اجوان عليهم. عندك ماتش تشيلسي 4-3 كان تشيلسي، عندك ماتش مانشستر يونايتد اللي كان في كاس الرابطه يعني كسبوا 4-3. فانت هتشوف اجوان كتير ليهم وهتشوف اجوان كتير عليهم. هم منظومه هجوميه قويه جدا، ولكن في نفس الوقت مش قادرين يحموا نفسهم دفاعيا. توتنهام في المركز ال11، وطبعا ده مش قيمه توتنهام خالص، تمام. فانا اتمنى ان المدرب ده يبتدي يطور من المنظومه الدفاعيه بتاعته وطريقه ان هو يبقى صداده للتحولات اللي بتتعمل في الدوري الانجليزي، عشان يقدر يكمل ويبقى على الاقل خالص يوصل للدوري الاوروبي او لدوري المؤتمرات. لان غير كده هو هيفضل يخش فيه جوان كتير، ولو في فرقه فعلا نظمت دفاعها قدامه هو مش هيعرف يجيب جوان. فبالتالي ليفربول ركب الماتش، ومحمد صلاح مسكهم قطعهم وجاب جونين وعمل اسيست برده من الاسيستات المتعه، لان هو شكل محمد صلاح قبل الماتش بالليل بيجيب اسيستات ميسي ويقعد يتفرج عليها على المغمض، يعمل الاسيست من هنا يطلع تاني يوم الترند. فمحمد صلاح يعني في الاخر كده شوى الفراخ. انا اسف على الافيه تاني، حقك عليا يعني. يلا بينا على الدوري الاسباني، وهبتدي بملوك اللعبه. وادام قلت لك ملوك اللعبه طبعا مش محتاج كلام، ده ريال مدريد واشبيليه 4-2. انا بص عيني كده متعه وانا شايف الولا مبابي بيرجع للفورمه بتاعته تاني وبيجيب جون وبيعمل اسيست، ومبابي بدا يبقى عنده حساسيه مركز المهاجم. حط تحت كلمه حساسيه دي مليون خط. حساسيه يعني هيقدر ينزل لتحت ويحضر الهجمه ويستلم ويلاعب زمايله. امبابي ما كانش بيلاعب زمايله في باريس زي ما هيلاعبهم في ريال مدريد، لان هو بدا يحس ان هو مش النجم الاوحد في ريال مدريد. انت نجم جوه منظومه، لان النجم هو المنظومه والفرقه. فانت لازم تقتنع بحاجه زي كده.
ريال مدريد عملت ماتش قوي جدا. ريال مدريد من وقت ماتش جيرونا وهي عامله اداء خرافي حرفيا، وبعد كاس الانتر كونتيننتال اللي خدته انا متاكد ان هي هتكمل على الريتم ده. ريال مدريد يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك مين احسن لعيب في ريال مدريد، هيقول لي مبابي، هيقول لي فينيسيوس، هيقول لي رودريجو بدا يرجع لفورمته فبدا يبقى من احسن لعيبه في ريال مدريد، هيقول لي بلينجهام. ولكن انا بالنسبه لي احسن لعيب في ريال مدريد السنه دي هو فالفيردي. بلينجهام يقع شويه يقوم تاني، امبابي وقع خالص يقوم تاني، فينيسيوس اصابه، طب الماتش ده موقوف، طب يرجع مره تاني. رودريجو كان وحش بدا يرجع مره تاني. لكن الراجل ده انت عارف ان فالفيردي جاب 5 تجوان من 5 تسديدات من بره المنطقه، نسبه نجاح الاجوان بتاعته دي 36%. انت متخيل؟ يعني حتى ما جتش 50%. فالفيردي بيشوط من وضعيات الثبات، بيشوط من وضعيات الفاولات، بيعمل كل حاجه. فالفيردي حرفيا هو القطعه الناقصه عند انشيلوتي. يعني انت دلوقتي عندك ماتش مقفول، هات القطعه الناقصه بتاعتك، خش فالفيردي شوط كوره، يلا فتحنا الماتش. فانا بالنسبه لي فالفيردي هو اهم لاعب في ريال مدريد. ليه؟ فالفيردي بيلعب باك رايت، بيلعب نص ملعب يمين، فالفيردي بيلعب ديفندر على الدايره، فالفيردي بيلعب 8. فالفيردي طور نفسه في ان هو يبقى لعيب ميديتور للكوره وميديتور للملعب، ان هو يقدر يحرك الكوره ناحيه اليمين وناحيه الشمال. يعني من الاخر كده هو عايز يبقى زي كروس، وهو متاثر جدا بكروس عشان كده خد الرقم بتاعه. فهل فالفيردي قادر مع انشيلوتي يطور نفسه في ان هو يكون لعيب بولر عالي جدا في نص الملعب، ويقدر يحرك الكوره ويحط الكوره تحت رجله، وساعتها هيبقى لعيب عنده شموليه كتيره في ان هو يبقى نص ملعب؟ ولا هل فالفيردي هو لعيب من الاخر كده راجل يروح يمين وشمال ويعافر ويشوط ويدافع ويهاجم ويبقى دريبل العربي بالكوره وياخد الكوره يخش بيها المسافات؟ هل هيبقى كده بس، ولا هل هيبقى بالكوره لعيب عالي زي كروس ومودريتش؟ فانا بالنسبه لي فالفيردي التطور اللي فيه هيبقى لعيب شامل في الكوره، وهيبقى واحد من اساطير نص الملعب عبر مر التاريخ. مدريد بقى عندها مشاكل دفاعيه كتيره قوي السيزون ده. يعني مدريد مفيش ماتش غير لازم يخش فيه جوان في الدوري الاسباني او دوري الابطال. ليه؟ عشان هو ما عندوش منظومه دفاعيه، عشان عنده كارثه اسمها لوكاس فاسكيز شبه الاناناسه. هو كده كده اناناسه. عنده الناحيه الثانيه سواء فران جارسيا او مندي، سواء ده بيلعب او ده بيلعب، الاثنين زي قلتهم. تشاوميني قلب دفاع كويس، مش هقول لك كويس، هو روديجر بس اللاعب الوحيد. كورتوا مستواه نازل، في جوان غريبه بتخش فيه، ما كنتش متخيل ان الاجوان دي تخش فيه. ولكن انا اهم 2 لعيبه عندي طوروا من مستواهم وبقى مستواهم عالي، وكون ان هم جابوا فورمه وبقى في كيمياء ما بينهم، هو مبابي ورودريجو. فيلا بينا نشوف ارقام مبابي وارقام رودريجو. انا مبابي عندي في 16 ماتش جاب 15 جون وعمل 2 اسيستات، ولكن قدامهم مبابي مضيع 17 فرصه محققه. فده رقم اصلا خزعبلي، يعني ان هو يكون مضيع 17 جون وجاب 15. فمبابي متخيل لو كان جاب نص ال 17 دول فكان امبابي ممكن ياخد هداف الدوري من الدور الاولاني عادي جدا. ولكن امبابي زي ما قلت لك قبل كده بقى عنده حساسيه المهاجم. نيجي بقى رودريجو، يو كان سي مي، يو كان سي مي. الاحتفال بتاعه الجديد يا جماعه، الراجل ده لعب 15 ماتش مش بيلعب في مركزه. يعني كل فين وفين لما هيلعب ناحيه الشمال، مره تلعبه مهاجم حاضر، مره تلعبه جناح يمين حاضر، مره انزل صانع العاب يا عم انا ماشي حاضر. فمن اللعيبه بتقول حاضر ونعم. فجاب 5 تجوان عمل 3 اسيستات. ولكن الكيمياء اللي هتبقى ما بين رودريجو ومبابي وفينيسيوس لو اتركبت صح، والثلاثه بقوا بنفس الفعاليه والثلاثه بمستوى عالي، صدقني مفيش فرقه هتقدر توقف ريال مدريد. لان الشق الهجومي هيعوض اي حاجه بتحصل ورا، لان الجوان هتبقى غزيره جدا وده اللي احنا شفناه. شق الدفاع زي الزفت، لكن قدام بيجيبوا 4 تجوان باقل مجهود. فانا بالنسبه لي ريال مدريد منافس رخم قوي على الدوري السنه دي، لان بدا يفوق وبدا يشم نفسه. ومفيش فرقه سواء اتلتيكو او برشلونه عندها الكواليتي بتاع اللعيبه هجوميا، لان في الاول وفي الاخر الهجوم هو اللي بيخلص لك كل حاجه. فاكر لما انا قلت لك الاسبوع اللي فات ان سيميوني هيمسك برشلونه هيعلم عليها وهيكسبها؟ انت ساعتها ايه قعدت تقول يا عم لا ده برشلونه هي اللي هتكسب. ماشي، طب تعالى بقى، برشلونه فعلا عملت ماتش عمرها، وفليك مسك اتلتيكو مدريد غسلها من كل حته في الملعب. كل مربعات الملعب غسلها فيها. اتلتيكو من اليمين ومن الشمال مش قادره تدافع ولا قادره توقف برشلونه. يا جدعان عملوا 7 فرص محققه للتهديف، جابوا منهم واحده، يعني ضيعوا 6 جوان. اوبلاك عمل ماتش عمره، 5 تصديات، الاكس جي بتاعهم فوق ال8 من 10. فانا بكلمك اصلا ان الكور اللي صدها دي هي داخله بنسبه كبيره جدا. طيب تعالى بقى على ده كله، سيميوني
قدر يتكالح عليهم، عمل 3 هجمات بس جاب منهم 2 وطول الماتش عمال يدافع. اي نعم في نسبة حظ وعدم توفيق لبرشلونة، ولكن ده مدرب قول زي ما انت عايز تقول عليه، بس هو يا باشا هياخد، هو كده كده بيقول لك انا هاخد الدوري، انا هقعد انافس عليكم، هرخم عليكم، لو انتوا اللي هتكسبوا الدوري انا هفضل زي القط الخناق كده ليكم. فانا بالنسبه لي يعني سيميوني عمل ماتش كبير. لكن الولا اوبلاك ده من سنه 2020 من ساعه ما كريستيانو قابله كده وراح مديله 3 ومعبيهم له، هو مستواه ما بقاش زي الاول. لكن اوبلاك السنه دي عامل موسم عمره 17 ماتش قدر يخرج ب8 تجوان، شباك نظيفه ما دخلش فيه ولا جون، الشبكه بتاعته الكره ما لمستش اصلا الشبكه. فاوبلاك السنه دي جاي في فورمه عاليه جدا. فبالتالي سيميوني معاه منظومه هجوميه كويسه قايمه على جريزمان وقايمه على جوليان الفاريز، معاه دفاع مش يعني دفاع اديله 6.5 ولا 7 من 10 بالكتير قوي، ولكن معاه جون قادر يشيل كل البلاوي اللي بتحصل من خيمينيز والشله بتاعت خيمينيز اللي ورا. هل اتلتيكو مدريد قادره تكسب الدوري ولا برشلونه؟ يعني ادام هي بتصنع فرص كتير فهيجي وقت من الاوقات هتجيب الفرص دي وهتقعد تجمع في نقط، ولا ريال مدريد هتقول لهم انا بابا اللعبه وانا بابا الشغلانه وانا اللي هكسب الدوري وهكسب دوري الابطال؟ انا عايز بقى اقول لك الترتيب بتاعهم. اتلتيكو مدريد معاه 41 نقطه من 18 ماتش، ريال مدريد معاها 40 نقطه من 18 ماتش، وبرشلونه معاها 38 نقطه من 19 ماتش. يعني لسه فاضل ماتش الاتليتيكو ولسه فاضل ماتش الريال، وهيوسعوا الفرق ما بينهم وبين برشلونه لو كسبوا الماتش ده. انت بقى قول لي في الكومنتات انت شايف مين اللي هيكسب الدوري ده؟ ريال مدريد بالوحوش اللي معاه قدام، برشلونة بفكر فليك والفرص اللي بيصنعها والضغط العالي، ولا سيميوني والقوة والحماس والجرينتا والكلام ده كله وأوبلاك بقى اللي هو حارس العرين بتاعه؟ مستني منك في الكومنتات تقول لي مين هو بطل الدوري الاسباني. وده كان ملخص اسبوع جديد من المحليات والكرة العالمية. ما تنساش تعمل اللايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتقول لي رايك في الحلقة. وباي من غير سلام.